اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاء ودي قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتايه مقاس 30 في 40. هنعملها بسبونج 2 بيض، عملناها مع بعض كتير جدا. هسيب لكم الطريقه في صندوق الوصف، وكمان هقول لكم عليها دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. واقول لكم على شويه مواقف كده حصلت لي، خلتني الفتره اللي فاتت كده الدنيا معايا ما كانتش مظبوطه، لا في الفيديوهات ولا في رمضان، وحتى الشغل بتاعي كان قليل جدا بسبب دربكه كده حصلت معايا. موقف غريب جدا ومش عارفه يعني انا صح فيه ولا غلط. بص هقول لكم الاول ايه عملنا ايه. اول حاجه ده السبونج 2 بيضه، ده انا بعمله في صاج 37 في 47 27 في 47. الصاج بيبقى اصغر شويه من الصاج اللي انا بشتغل فيه العادي، اللي هو 32 في 42. يعني ده 27 في 37، بياخد معايا 2 بيضه، وبياخد معايا معلقه صغيره من المحسن، وكمان بياخد نص كوبايه من السكر ورشه الفانيليا، وبضربهم على اعلى سرعه. وبجهز الدقيق اللي هو 150 جرام من الدقيق وكوبايه الا ربع من الميه. وببتدي لما القوام يرتفع معايا بنزل بالميه واحده واحده، وبعد كده بوطي العجان لما الميه كلها تندمج، وابتدي اضيف الدقيق بالتدريج لحد ما اخلص الكميه كلها. وبخبزه على درجه حراره 200 لو فرن كهرباء بشغل فوق وتحت، لو فرن غاز بشغل من تحت بس على درجه متوسطه. وبحط بس ايه صاج كده، لان انا قلت لكم ان انا الفرن اللي بشتغل بيها اللي هي الفرن الخبيز العاديه خالص، فدي مش بتبقى فيها ارفف يعني ينفع احط في النص وكده، لا ده بيبقى منها للصاج على طول. فانا بحط الصاج كده بقلبه، بيديني ارتفاع شويه علشان السبونج يطلع معايا التسويه بتاعته مظبوطه. ده بالنسبه لو انت عندك فرن اللي هي بتاعه الخبيز العاديه. طبعا لو فرن البوتاجاز بنحط في الرف اللي في النص. عملت اول كده طبقه، وابتديت بعد كده احط كريمه، والكريمه اللي بشتغل بيها كواليتي ستار. عايزه اقول لكم الكريمه بقالها فتره مش مظبوطه معايا. مش عارف يعني، انا كنت برتاح جدا في الفا، طبعا قلت لكم على شويه مشاكل حصلت لي فيها، بس في ناس كتير بتقول لك ان هي جربتها كويسه، وفي ناس بتقول لا مش كويسه. يعني على حسب بقى ايه، على حسب ما انت اتعودتي زي ما بيقولوا. يعني شوفوا انا اتعودت على الفا، فحاسه ان انا مش عارفه اظبط اي كريمه تانية. الكريمه بتاعت كواليتي ستار كنت بشتغل بيها، بس كنت بشتغل بيها لما بتبقى الدنيا معايا يعني مش ضيقه شويه. فعشان كده رجعت يعني عايزه اشتغل تاني بالفا، فعايزه اعرف اللي جربها يقول لي. بشتغل دلوقتي يعني انا عملت الطبقات، عملت يعني ضربت 100 جرام في 100 جرام، ضربت حوالي 3 مرات. ورجعت بعد كده في التجليس كان فايض مني شويه كده في الكريمه الغامقه وشويه في الكريمه البيضاء، زودت عليهم تاني، واشتغلت كمان للتجليس من بره. يعني تقريبا هي التورتيه دي خدت معايا حوالي 400 جرام. فطبعا انا في العادي ما كنتش بشتغل بكميه الكريمه دي، فمش عارفه هو كده الكريمه يعني معاكم في التورته دي بتقفل معاكم ونفس كميه الكريمه دي ولا لا. انا مش عارفه السبب ايه. يعني انا كنت بشتغل مثلا ب 300 جرام في الفا او 350. ده لما تكون مثلا هي واخده روزيتات كتيره، المره دي واخده 400 جرام، فمش عارفه يعني السبب ايه. هجلس كده التورتايه زي ما انتم شايفين بحط كميه كريمه برضو كتيره. بس انا عندي مشكله في الكريمه دي. بصوا لو انتوا واخدين بالكم انتوا بتشتغلوا هتحس ان هي ابتدت تعمل فراغات. على فكره ده مش معنى كده عيب في الكريمه، ده بالعكس، ده كل ما الكريمه يبقى فيها نسبه فراغات كده تعرفي ان الكريمه دي الدسامه بتاعتها عاليه، لان الفا اصلا ما فيهاش دسامه، فبتبقى ما بتعملش فراغات. لكن يعني مثلا اللي بيشتغل في ريتش هيبقى عارف ان هي بتعمل فراغات كتيره جدا لو اتركنت او سبتيها شويه، لان نسبه الدسامه فيها عاليه. احنا اتكلمنا برضو في الموضوع ده قبل كده. بالنسبه للكريمات تعرفي النوع كويس من ايه، ان هي بتبقى نسبه الدسامه بتاعتها عاليه، بتبقى تلاقيها بتعمل فراغات بسرعه، فعايزه تشتغلي بيها بسرعه. والفا انا بالنسبه لي كنت بحط عليها جيلو، كنت بحط عليها جناش شوكولاته وابيض يعني، وجناش شوكولاته غامق. بتديها طعم حلو جدا، يعني بتعوض الدسامه بتاعت ريتش. يعني انا بالنسبه لي كنت بحس ان الطعم بتاعها غني جدا لما بزودها بالجناش. بصوا دي تالت طبق اهو. هبتدي بقى ايه التجليس، وهقول لكم على المشكله اللي حصلت معايا في الفتره اللي فاتت. هقول لكم بقى على كده. يعني بصوا انا هبتدي اجلس كده بقيه الكريمه وانا شغاله كده. هقول لكم على شويه حاجات حصلت لي كده. انا في كافيه بيشتغل معايا بقاله فتره، بنزل له شغل يعني. بقاله فتره يعني في مشكله معاه تقريبا، هو الشركه انا مش فاهمه بالظبط هو ايه، موقف كده مبلغ وكل ما ابعت له عليه يقول لي حاضر، بس انا بصفي مع الشركه. قصه كده كبيره يعني بسبب الفلوس. تمام. فانا المفروض ان انا كنت بديله. بصوا انا خلاص جلستها ودخلتها التلاجة،
وزي ما انتم شايفين كده هبتدي ابشر الشوكولاته دي. عشان تبشريها وتطلع لك البشره بتاعتها مظبوطه، لازم تبقى الشوكولاته نفسها مش مجمده قوي. لو طالعه من الفريزر او من التلاجة او جامده جدا، مش هتعرفي تطلعي البشره بتاعتها بالشكل اللي انت عايزاه، هتبقى ناعمه ومفتفته كده ومش هتطلع لك اللي انت عايزاه. فانا بطلعها يعني ما بحطهاش في التلاجة. وطبعا بالذات كمان الايام اللي فاتت كان الجو يعني ساقعه، مش محتاجه ان انت تحطيها في تلاجات زي الصيف يعني. فتيجي تبشريها تبقى معاكي البشره بتاعتها كبيره، فانت هتبشريها وتدخليها التلاجة او الفريزر بعد ما تبشريها تجمد شويه على نفس الوضع اللي هي فيه. يعني البشره دي اللي هي واخده دورانات دي، لما بتدخليها التلاجة طبعا بتجمد، فتقدري تحطيها على التورتيه بكل سهوله. الناس اللي كانت بتقول لي انت بتعملي الشوكولاتات اللي هي الملونه دي ازاي، زي ما انتم شايفين كده اهو بالسكينه، وببتدي ابشر كده لغايه ما اخلص الكميه كلها. المهم طبعا الكافيه اللي انا بقول لكم عليه ده، هو الراجل اصلا يعني انا اتعاملت معاه كتير جدا، اتعاملت معاه حتى لما اعترضنا على الاسعار لما زادت، وقفت معاه الشغل شويه وبعد كده رجعت. يعني اتفقنا على اسعار يعني مناسبه ليه ومناسبه ليا، وابتدى ياخد مني شغله، وعلى طول كان بيحول لي الفلوس في ميعادها. يعني ما كانش دايما بيحصل اي ضربات بسبب الفلوس دي، الا الفتره الاخيره من ساعه رمضان كده. اخر حاجه خدها مني كان تورتايه كبيره، و تورتايه تانية صغيره، تورتايه يعني 30 في 40، وكان واخد حوالي 200 قطعة جاتوه. يعني كان واخد مني شغل معدي ال 8000 جنيه. طلبت منه ان هو يحول. انا طبعا بتعامل زي ما انتم عارفين مع مكتب مكة للخامات يعني، فطبعا برضو بيبقى في دفعات كده كل فترة بنحولها مع بعض. فهو بقاله فترة مش بيحول لي فلوس، ويعتبر متجمد عنده مبلغ كبير جدا، لا عارفة اجيب خامات ولا عارفة اشتغل. بكلمه اغلبية الوقت يا اما اقفل تليفوني، يا اما اشوف الرسالة ما بيردش، يا اما معلش طبعا اعذار كتير. وفي الاخر يعني انا قلت له يحول لي فلوس لمكتب مكة. بصوا انا دخلت الشوكولاتة كده التلاجة شوية، بعد كده طلعتها زي ما انتوا شايفين بحطها على الجوانب بتاعة التورتاية من 4 جناب، علشان هتلاقيها مسكت وهتديكي شكل حلو جدا. وده الشكل ده موجود في محلات كتير جدا الايام دي، وانا بقى لي فترة على فكرة بنزل الشكل ده، وكل ما بنزله بصراحة يعني بيطلب مني تاني اشكال كتير جدا. بيبقى فيه ساعات نص شوكولاتة بيضة ونص غامق، وميكس بين الاتنين. يعني طبعا احنا عملنا منها اشكال كتيرة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي اوزع كده كل شوكولاتات على ال4 جنيه. يا اما اشوف الرساله زي ما قلت لكم. والمهم انا طلبت منه ان هو يحول لي دفعات يعني لمكتب مكه، وكنت مديله الرقم. وهو مش اول مره يعمل كده يعني، عادي انا كنت بديله الرقم واقول له حول على الرقم ده وابعت له سكرين، وممكن كانش بيحصل اي حاجه. الا الفتره الاخيره دي كانت الدنيا مدربكه شويه ومش عارفه ايه اللي حصل. لقيت استاذ عمرو بيكلمني بيقول لي في دفعات متاخره. انا كنت عارفه ان هو ليه مبلغ، بس مبلغ يعني ما يعديش ال 300 400 جنيه. وكنت مستنيه ان هو خلاص يخلصني يعني يبعت لي الفلوس وانا اخلص المبلغ وابتدي اطلب اوردر جديد. فمش عارفه ايه اللي حصل. يعني مش عارفه ايه اللي حصل خلى ان هو ما بعتش. اولا يعني هو ما بعتش سكرينات مثلا، ولا هو ما بعتش اصلا الفلوس لمكتب مكة، ولا ايه اللي حصل. بس هو كان يعني لما بيبعت لي الدفعات كان بيقول لي ان انا بعت الرقم ده. وانا بصراحة ما براجعش يعني، خلاص انا عارفة ان في ثقة يعني متبادلة، مش اول تعامل. فكلمته قال لي لا طبعا بعت. طب ابعت لي السكرينات معلش تاني. قال لي لا اتمسحت. طب معلش ارجع للشركة اكيد هيبقى عندك رسائل. ولا عارفة اوصل معاه لاي حاجة، ولا عارفه اوصل معاه لاي حاجه. طب ابعت لي فلوس حتى من اللي ليا. والله انا عندي مشاكل مع الشركاء، ويا اما هم اللي هيطلعوا يا اما انا اللي هطلع ويدوني فلوسي. طب انا يعني معلش انا حالي واقف، فمش عارفه اوصل معاه لاي حاجه. معلش استحمليني يا ام رحمه. احنا مش اول مره نتعامل مع بعض، اصل مش مبلغ قليل. انت يعني انا مش ليه عندك مبلغ قليل. فانا مش عارفه اعمل ايه. وكمان في الفلوس بتاعت مكتب مكة دي المفروض ان انا احولها مثلا تاني ولا اعمل ايه؟ بجد الموضوع بصوا مؤثر عليا جدا ومضايقني. وكمان يعني اللي زاد الموضوع قوي كمان الفلوس بتاعت يعني انا ليا فلوس بس ما يبقاش عليا على الاقل يعني. فاهمين؟ لما تبقى ليكي خلاص انت هتعرفي تتصرفي وتطلعي اوردرات حاولي تجيبي خاماتك حاجه في حاجه. لكن كمان يبقى عليكي فلوس، دي الموضوع ده صعب. انا بقى لي فتره في الموضوع ده، واللي زاد الموضوع النهارده اللي هو موضوع ان مكتب مكة كمان ليه فلوس. فبجد والله ما عارفه اعمل ايه. يعني ربنا يصلح الحال. وبجد يعني كنت بعمله شغل في رمضان كنت بسهر للفجر والله على ما اقفله شغله. وكنت بنام طول النهار مش حاسه باي حاجه بسبب ان انا اطلع له شغل كويس واعمل له الحاجات اللي هو عايزها بالظبط. فمش عارفه بصراحه يعني ليه كده. بصوا زي ما انتم شايفين انا
مع النجمة المفتوح، وحطيت زي ما انتم شايفين فيه كده الكريمة، وابتديت اعمل زي دايرة كده يمين ودايرة شمال، والشكل برضو ده عملناه مع بعض كتير. بيدي برضو شكل حلو جدا، وتغيير في الروزتات بالنسبة للناس اللي بتحب تعمل روزتات مختلفة يعني. انا بقى زي ما انتم عارفين بحب اعمل الحاجة مختلفة شوية، فدايما اي شكل بيجي معايا جديد كده فبحب اجربه، وبيطلع حكاية والله، بيطلع جميل جدا. قطعت كده التفاح شرايح، وابتديت اعمله زي ما انتم شايفين كده. وطبعا كنت حطاه على البورد جنبي كده، وبحط له على طول جيلو تلميع على البارد. فانا من نوع ما بحبش المع الفاكهه على التورتايه، بالذات لما يكون الجيلو على البارد عشان ما يسيلش كده مني وينزل على الشوكولاتات ويبهدل الدنيا. لو طبعا جيلو على السخن طبعا اللي هو مخصوص للفاكهه، ده بيمسك اصلا في الفاكهه على طول، ما بينقطش وما بيسيلش. فطبعا الناس اللي كانت عايزه تعرف الفرق بين الاتنين، طبعا الجيلو على البارد ده للجاتو، ولو انت عايزه تلمعي وش الجاتو او حاجه وتشتغلي بيه، بيبقى حلو جدا، ما بيأثرش طبعا على الكريمه او حاجه. لكن الجيلو على السخن بيمسك في الفاكهه حلو جدا، ولمعته حلوه وما بيسيلش. فالاحسن لو انت هتشتغلي فاكهه وبتشتغلي اوردرات فاكهه على طول، يجيبي له جيلو على السخن. انا بالنسبه لي عشان يعني مش بحتاج قوي الجيلو على السخن، فبشتغل في البارد للاتنين. فبس انا زي ما انتم شايفين كده بلمع الفاكهه جنبي، وببتدي احطها متلمعه على على التورتايه على طول. لا اما انت تحاولي تحطي كميه قليله، يعني في ناس بتحب تلمع عادي بالجيلو اللي على البارد، بس بتحط كميه قليله فما يسيلش. ده بالنسبه برضه للناس اللي كانت بتسالني ليه لما بشتغل بالجيلو التلميع على البارد بيسيل مني. ممكن تكون انت حاطه كميه كبيره، فبيبتدي الزياده طبعا تنزل، ما بتمسكش في الفاكهه قوي، فبتبتدي تنزل على التورتايه. فخلي بالكم من الموضوع ده. جيت حطيت في المكان ده برضو نفس الروزتات بنفس الشكل. بصوا بقى انا اشتغلت بقى بالجناش وهو سخن. بصوا لما بتشتغلي بالجناش وهو دافي كده، مش سخن يعني سخن قوي، بس كان لسه فيه دافي كده شويه. بيعمل ايه في الكريمه؟ بصوا بيسيح الكريمه، فبتبتدي تعمل زي ما انتم شايفين ايه، حاجات بيضه كده عايمه على الوش. طبعا انا بالنسبه لي عشان كنت هحط حروف على المكان ده كله هغطيه، فبالنسبه لي عادي. لكن انت لو المكان ده هيبقى الجناش باين فيه، لا يبقى استنى اما يبرد تماما واشتغلي بيه، هيظبط معاكي. ما تعمليش زي ما انا عملت كده، بس انا كنت فعلا مستعجله فبلاش يعني. بصوا اهو حطيت الحروف زي ما انتم شايفين، ابتدت تغطي يعني يعتبر كل الاماكن. والحروف دي اللي هي الحروف السيليكون الكبيره، مش الحروف الصغيره، علشان في ناس بتحب يعني بيحبوا لما اجي اكتب لهم الحروف يعني اعملها تبقى كبيره كده. ف كمان صبيت برضو الشوكولاته البيضاء في المولد اللي هو بتاع اللي هو شكل الاسماك يعني، وابتديت احطها لان هي كانت معموله لاطفال يعني سنهم صغير، فحبيت اعمل كده يعني حاجة تناسب الأطفال يعني. التورتاية دي طلعتها على 500 جنيه. وكنت عاملة واحدة تاني زيها برضو بس صغيرة شوية، هحاول انزلها لكم في الفيديو اللي جاي. ما تنسونيش يا ريت في اللايك والاشتراك في القناة والتعليقات الجميلة كده، وقولوا لي رأيكم ويا ريت لو حد عنده نصيحة يقولها لي للمشكلة اللي عندي دي، انا اعمل فيها ايه، اتصرف فيها ازاي. بجد الموضوع موقف تفكيري تماما، وسادد نفسي اصلا كمان ان انا